لو عايز حد يحبك لازم تبذل مجهود وتعمل له حاجات عشان يحبك. الكلام ده منطقي وكلنا عارفينه، لكن الغريب بقى ان الدراسات بتقول ان العكس صحيح. احيانا الشخص ممكن يحبك اكتر لو هو اللي عمل لك خدمة. في الدراسة دي جابوا مشاركين يعملوا تاسك او مهمة ويكسبوا منها فلوس، وبعد ما كسبوا اتقسموا لكذا مجموعة. المجموعة الاولانية الباحث اللي عمل التجربة راح لهم كده وطلب منهم يرجعوا الفلوس كده خدمة شخصية ليه، لان ميزانية البحث خلصت واضطر يدفع فلوس من جيبه وفلوسه قربت تخلص. والمجموعة التانية السكرتيرة طلبت منهم يرجعوا الفلوس بشكل رسمي كده مش شخصي، والمجموعة التالتة ما طلبوش منهم أي حاجة. وبعد كده طلبوا من كل واحد منهم يقيم إحساسه كده تجاه الباحث اللي عامل التجربة، فلقوا إن الناس اللي الباحث طلب منهم يرجعوا الفلوس حبوه أكتر من غيرهم، رغم إن هم اللي ساعدوه مش هو اللي ساعدهم. وإحساسهم تجاه السكرتيرة ما كانش ألطف حاجة، لأن الموضوع كان رسمي مش شخصي. الظاهرة دي اسمها تأثير بنيامين فرانكلين. تفسيرها إن لما حد يطلب منك خدمة صغيرة بيظهر كأنه محتاجك، واثق فيك لدرجة انه يطلب منك حاجة اصلا، فده بيكسر العلاقة الرسمية ويدي احساس كده انكم قريبين من بعض. ده غير ان المخ بيحاول يقلل التناقض المعرفي بين الفعل والشعور، يعني هيقول لنفسه انا ساعدت الشخص ده يبقى غالبا انا مرتاح له او بعتبره شخص مقرب. عشان كده لو عايز تخلي حد يحبك تقدر تطلب منه خدمات صغيرة، يعني تقول له مثلا ممكن ترشح لي كتاب، ايه رأيك في الشغل اللي عملته ده، ممكن تساعدني اختار بين الحاجتين دول. كل ده بيزود التواصل وممكن يفتح باب القرب. هل حسيت مرة انك قريب من حد بعد ما ساعدته في حاجة؟